طبعا احنا بنقول ان كل فنان هو سفير، واحنا في المهرجان بنقول يعني ايه سفير؟ سفير يعني هو بيقدم صورة الفن الحقيقي في كل مكان بيروح، في كل مهرجان، في كل ملتقى، في كل دعوة، في كل حدث هو بيشارك فيه، حتى في التواصل عبر السوشيال ميديا هو سفير. سفير للفن لأنه مؤمن بالفن، سفير للثقافة لأنه مؤمن بالثقافة، سفير للتاريخ فهو مؤمن للتاريخ. طبعا كلمة سفير بتحمل قداسة خاصة، مش أي حد يكون سفير. في سفير إيجابي جدا يحب الناس ويتفاعل مع الناس ويقدم نفسه للناس وبيقدم رسالته للناس عشان يأثر فيهم وعشان يقدر يغير من أحوال الناس. سفيرتنا اللي المهرجان بيديها لقب سفيرة، وهي سفيرة عشان المهرجان أكبر داعمة ليه، وسفيرة عشان بتحب الفن، وسفيرة عشان بتحب الفنانين، بتدافع عن زملائها في الفن، بتدافع عن مهنة الفن، وشديدة الحدة وشديدة الموقف ضد التيارات الظلامية التطرفية في أي مكان. فنانتنا وسفيرتنا الفنانة الكبيرة إلهام شاهين. طبعا لقب يعني يا رب أكون أستحق أن أنا أكون سفيرة للفن العربي. أنا بشكركم جدا وبشكركم على استقبالكم، وسعيدة بجد أن أنا معاكم في تاني دورة للمهرجان، وأعتقد أن دي هتبقى من أعظم الدورات. يعني دورة بتحمل اسم أكبر نجوم مصر، النجم العظيم دكتور يحيى الفخراني. شرف ليا ان انا اكون موجوده النهارده بتكرم معاه، ودوره رئيس لجنه التحكيم فيها المخرجنا الكبير الاستاذ هاني لاشين، والعظيم جدا الرئيس الشرفي للمهرجان اللي كنت اتمنى يبقى موجود معانا النهارده، اكبر واعظم مخرجين السينما المصريه الاستاذ علي بدرخان. فالحقيقه الاسماء دي صعب انها تتجمع بجد في مناسبة واحدة او في مهرجان واحد، فانا ليا شرف عظيم ان انا اشارك في هذه الدورة. وطبعا كنت معاكم في الدورة الاولى مع اعز صديقاتي هلا صدقي وليلى علوي، وكنا سعداء جدا، وعلى فكرة كانوا عايزين يجوا تاني السنة دي لانهم حابينكم جدا وحابين المهرجان جدا، بس يعني حصل معاهم ظروف على اخر وقت فما قدروش يجوا، بس قالوا لي ابلغكم تحيتهم. والحقيقه يعني انا جايه لكم بمشاعر ال100 مليون مصري اللي بينقلوا لكم كل التحيه والتقدير للجاليه المصريه والعربيه في امريكا. شكرا. وعايزه اطمنكم على مصر، لان انا من ساعه ما جيت الناس بتستقبلني وبتقابلني في الشوارع وتقول طمنينا على مصر، طمنينا على أحوال مصر. عايزة أقول لكم بجد بجد، وأنا ست صادقة جدا وما بعرفش أجامل خالص، مصر في أقوى وأحسن وأجمل وقت ليها بجد. يعني التحية والتقدير لرئيس مصر العظيم رئيس عبد الفتاح السيسي، والجيش المصري العظيم اللي خلانا عايشين في امان. وبجد لما تيجوا مصر كل يوم بتتغير، كل يوم بتتطور للأحسن وللأجمل. احنا شايفين تغيير رهيب وسريع جدا ما كناش نحلم بيه، وفي وقت وجيز جدا جدا. فيا رب دايما مصر في المقدمة وفي الصدارة، ومصر طبعا فاتحة أبوابها مش للمصريين بس ولكن لكل الجاليات العربية. مصر هي الأم واللي دايما فاتحة إيديها وحضنها لأولادها جميعا من كل المنطقة العربية. بحييكم من قلبي، شكرا ليك. ميرسي جدا.
والله شرف ليا هذا اللقب بجد، انا بشكرك جدا وسعيده بجد بالوجود.